فتعالى نعرف اصل الفالنسي عرفوها منين، يعني عرفوا منين المونوفالنت دايفالنت وكده. الاصل بتاعه مش هتحتاجه تاني، انا كده هقول لك احفظ الارقام بتاعته وراح دماغك. بس اصلها ايه؟ اصلها مثلا سي اي ب 20. فكنا نعمل ايه؟ نقول كده 2 8 8 2. حلو، الاوتر فيه كام؟ 2. خلاص يبقى هو هيبقى سي اي بوزيتيف 2. يعني ايه؟ يعني كده الكالسيوم دايفالنت. عرفت منين؟ علشان هو اخره 2. طب وايه المشكله؟ ما هو اللي اخره 2 هيعمل لوز لكام؟ ل 2. يبقى هو كده اسمه سي اي دايفالنت عشان هيعمل لوز ل 2. كمان مره اجي اقول لك الام جي. حلو قوي، الام جي بكام؟ ب 12. فيبقى هنا ايه؟ 2 8 2. حلو، فيبقى ساعتها انت عارف ان برضه الام جي هيبقى بوزيتيف 2. يعني ايه؟ يعني المغنيسيوم عايز يعمل لوز ل 2 الكترون. فلما اجي اسالك الفالنسي بتاعت الكالسيوم كام وانت عارف ان ده ميتال، واقول لك ان الكالسيوم داي فالنت، خلاص انت كالسيوم داي فالنت يبقى الاوتر موست فيه 2 هيعمل لوز ل 2. المغنيسيوم اقول لك عليه داي فالنت، انت عارف ان المغنيسيوم ده ميتال، يبقى انت عارف ان الاوتر موست انرجي فيه 2. كمان مره اجي اقول لك الليثيوم ب 3، فاقول لك وزع، تقول لي 2 1. اسالك طب الفالنسي، تقول لي هو عنده 1 في الاخر، يبقى هيعمل لوز لكام؟ ل 1. طب بص كده على اللي بعده، اقول لك طب الكربون ب 6، يعني كام؟ يعني 2 و4. طب ده هيعمل لوز ل 4؟ لا. يعمل جين ل 4؟ لا، بس هيعمل شير ل 4. ساعتها حضرتك عارف ان ده اسمه سي 4. ليه 4؟ لان هو هيعمل شير ب 4. يبقى اذا لو هتعمل لوز ل 1 مونوفالنت، جين ل 1 مونوفالنت، شير ب 1 مونوفالنت، هعمل لوز ل 2 دايفالنت، هعمل جين ل 2 دايفالنت، هعمل شير ب 2 دايفالنت. عرفتوا منين يا بتوع الكيمياء الارقام ديت؟ بصينا على اخر انرجي ليفل، شفنا احتياجات الاليمنت ده يعمل لوز لكام؟ لكذا، يبقى الفالنس بتاعته كذا. فده معناه ان لما اجي اقول لك الالومنيوم بوزيتيف 3، خلاص انت كده يهمك انك تبقى فاهم ان الالومنيوم بوزيتيف 3 بوزيتيف يبقى ميتال، 3 يبقى هيعمل لوز 3. طب هو كان بكام؟ مش لازم تبقى حافظ. طب هو اصلا كان بكام؟ الحاجات دي كلها مالها مونو فالنت. يعني ايه؟ يعني ب 1. يعني ال اي ده بوزيتيف 1، الكي بوزيتيف 1، الان اي بوزيتيف 1، السيلفر بوزيتيف 1، السي يو بوزيتيف 1. خلاص يبقى الناس دي during the chemical reaction tend to lose 1 electron. شكرا. طب الكالسيوم بوزيتيف 2 دايفالنت، المغنيسيوم بوزيتيف 2، الليد بوزيتيف 2، الميركوري اتش جي بوزيتيف 2، الزنك بوزيتيف 2، الكبر بوزيتيف 2. ايه ده؟ مستر هنا في كبر وهنا في كبر. ايوه، بعض الاليمنت، لان هم من ضمن حاجه اسمها الترانزيشن اليمنت في ثانيه اعدادي خدناها، كانوا في نص الجدول. الترانزيشن اليمنت دول عليهم عناصر انتقاليه، عندهم الكترون كده بيتنقل او ليهم توزيع الكتروني مختلف شويه. فبعض الاليمنت بيبقى عندهم توزيع الكتروني مختلف وبيبقى عندهم كيسز مختلفه، فبيبقى ليهم اكتر من فالنس. ايوه انا كطالب اعمل ايه؟ ما انت حاطط لي ده. بص يا حبيبي، الكبر لو ما قالكش هو شغال ب 1 ولا ب 2، هو شغال ب 2. طب ولو عايز يقول لك، يبقى ساعتها هيقول لك لا ما فهمتش يا مستر. يعني قال لك مثلا كبر اوكسايد، خلاص ده سي يو او. طب ليه مش سي يو 2 او؟ ما دام هو ما قالش يبقى الكبر ب 2، لو قال شوف هو هيقول لك ساعتها 1 ولا 2. طيب الالومنيوم بكام؟ ب 3، الجولد بكام؟ ب 3. يهمني واحد جميل اسمه، وركز معايا، الفرس والفرك. الفرس بوزيتيف 2 والفرك بوزيتيف 3 وهما الاثنين اف اي. يعني ايه؟ يعني الحديد كمان عامل زي الكبر، ليه حالتين، ممكن يطلع مره بصوره اف اي بوزيتيف 2، ممكن يطلع بصوره اف اي بوزيتيف 3. انا كطالب اعرف ازاي؟ هيقول لك انا شغال بالفرس يعني ب2، انا شغال بالفرك يعني ب3، او يقول لك انا شغال بايرن 2 اهو قال لك خلاص، او شغال بايرن 3. طيب تعال نشوف اللي بعده، النون ميتالز. النون ميتالز لا فيها شويه فالنسي اكتر. يعني ايه؟ بص انطق فلاحي عشان تثبت في ودنك، هيدروجين، فلورين، كلورين، برومين، ايودين، كل دول اخرهم ان ب1. هيدروجين، كلورين، فلورين، برومين، ايودين، مونوفالنت. يعني ايه مونوفالنت؟ اساس الكيمياء اللي جايه. يعني ايه؟ تعال نفهم. هيدروكسايد دول اسمهم اتوميك جروب، دول بيتعاملوا ان هم حاجه واحده. ما اجي اقول لك هيدروكسايد دي مش معناها اكسجين ومش معناها هيدروجين. طب تقول لي يا مستر مش هي انت نطقتها هيدرو اوكسايد يبقى اتش او، ما عندناش اليمنت اسمه هاو، زي ما عندناش اليمنت اسمه سوسو، ما عندناش الحاجات دي، اسمها ايه؟ او اتش، يبقى او اتش هيدروكسايد. بي كربونات او في بعض النطق الثاني باي كربونات اتش سي او 3.
تتحفظ على بعضها. نايتريت مغذى بالاكسجين، 8 ATE يعني اكسجين كتير. ايت نقصنا منه اكسجينات، يبقى نايتريت NO3، نايترايت NO2، امونيوم NH4 وده بوزيتيف 1، كربونات CO3 نيجاتيف 2، سلفيت SO4 نيجاتيف 2، فوسفيت BO4 نيجاتيف 3. الحاجات دي لازم تتحفظ، لازم تتحفظ. افتكر الكلام ده من اولى اعدادي، كنا باهم حاجه درستها في اولى اعدادي درس الفالنسي. لازم ابقى حافظ كل الاليمنتس وكل الاتوميك جروب. ليه؟ انا قلت لك جت منين؟ يعني ليه الالومنيوم بوزيتيف 3؟ فهمتك. لكن احفظهم، لان كل ده كان يحصل بقى نعمل الكترونيك كونفيجريشن لكل الاليمنتس ديت وتحفظ كل الاتوميك نمبر بتاع كل ده وتعرف توزيع. لا لا ليه؟ خلاص هو ريحك، قال لك باشا الراجل الفلاني اخره 3، شكرا ليك. طيب هعتبر ان احنا خلاص ايه جامدين وحفظناه. اقول لك بقى الاهم، احنا عندنا كام نوع من الكومباوندز مركبات؟ 4 وليهم اكزامبل خامس. 4 يعني ايه؟ حاجه اسمها اسيد، حاجه اسمها بيز، حاجه اسمها سولت، حاجه اسمها اوكسايد. الاسيدز اي حاجه تبدا باتش، البيز اي حاجه تنتهي ب اتش، الاوكسايد اي حاجه تنتهي ب او بس ما تكونش بتاعت اتوميك جروب، واي حاجه لا هتبدا ب اتش ولا هتنتهي ب او اتش ولا اخرها او تبقى سولت. تاني، بدات ب اتش، بص كده، مين الاسيدز؟ خل، ليمون، برتقان، احماض بالعربي. ساعات كده لما نيجي ناكل حاجه ونلاقي طعمها لاذع يقول لك دي حمضت. لما الحموضه عندنا في معدتنا بتزيد تيجي تقول كلمه حموضه، معدتنا فيها HCl قوي جدا، لو اتحط على الجلد يهريها. وتقول لي ازاي؟ اقول لك عشان بتوع البيولوجي هيشرحها لك. اشهر الحاجات سلفيوريك اسيد، نيتريك اسيد، هيدروكلوريك اسيد، هيدروبروميك اسيد. اي حاجه بتبدا ب اتش تبقى اسيد. تعريف الاسيد ان دي عندها ساور تيست، او اي حاجه بتدوب في الميه فبتطلع اتش بوزيتيف في الميه. اسيد ريد. نجيب الليتموس بيبر، دخلنا المعمل لقينا شويه ليكويدز مش عارفينها وما بنشربهاش، بنجيب ليتموس بيبر نحطها، لقيناها بقت ريد ده اسيد، لقيناها بقت بلو ده بيز. طيب البيز يبقى ده الاسيدز واستخداماتها والليتموس بيبر. البيز يا شباب تيرن الليتموس بيبر انتو بلو. البيز اي حاجه تنتهي ب او اتش، يبقى بدات ب اتش اسيد انتهيت ب او اتش بيز. طيب they are substances which dissociate in water producing negative hydroxide ion. طيب زي مين؟ اي حاجه اخرها او اتش، صوديوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، كالسيوم هيدروكسيد. حلو جدا. يبقى البيز عندهم كده بنسميها باتر تيست، فير سليبري، زي اللبن، زي الزبادي، زي الصابون لو جه في بقك وانت بتستحمى ولا حاجه، زي البلح الاحمر، زي الموز، زي الخيار. الحاجات دي بتبقى بيز. طيب وترن الليتموس بيبر انتو بلو. الاوكسايدز اي حاجه تنتهي ب او، ما هي اسمها اوكسايدز، بس الاو دي معلش خد بالك من المعلومه دي عشان خاطري، الاو دي ما تكونش بتاعت اتوميك جروب. يعني ما اجيش اقول لك ايه K2SO4 تقول لي اخرها او تبقى اوكسايد، اقول لك تبقى فضيحه وبريح. امال ايه اللي حصل؟ مش الاس او 4 دي بتاعت اتوميك جروب؟ يبقى ده سولت. يبقى تاني، بدات ب اتش اسيد، انتهيت ب اتش بيز، انتهيت ب او اوكسايد، بس الاو دي ما تكونش بتاعت اتوميك جروب. خد بالك من الكلمتين دول وبس. طيب الاوكسايدز الومنيوم اوكسايد، صوديوم ايه اوكسايد. السولت اي حاجه ما بتبداش ب اتش، ما بتنتهيش ب اتش، مش اخرها الاو، لكن ممكن تبقى بتاعت او بتاعت اتوميك جروب، زي الصوديوم كلورايد، ليد برومايد، صوديوم نيتريت، انهيدرس كبر سلفيت، امونيوم كلورايد، امونيوم برومايد، امونيوم كربونات. ما دام ما بداتش ب اتش وما انتهيتش ب اتش خلاص انا كده ايه سولت، وتكون اخري او بتاعت اتوميك جروب، لان لو الاو دي مش بتاعت اتوميك جروب اصبحت اوكسايد. يبقى الاوكسايد اي حاجه اخرها او بس ما تكونش بتاعت اتوميك جروب. طيب تعال نشوف بقى ايه، دي مهمه قوي. في سولتس بتدوب وفي سولتس ما بتدوبش. صوديوم كلورايد NaCl بيدوب، بوتاسيوم سلفيت، كالسيوم نيتريت، صوديوم سلفايد، كل ده بيدوب. اشهر 3 ما بيدوبوش مهمين قوي تحفظوا: سيلفر كلورايد AgCl، ليد ايودايد BbI2. عشان يأهلك للمرحله دي، وهي اهم مرحله، اللي هو ايه بقى؟ احنا كده قلنا ايه في الجزء الثاني؟ قلنا الفالنسي نحفظها كويس جدا عشان تخليني اعرف اكتب الكيميكال فورمولا، واعرف لما اكتب الكيميكال فورمولا انا عايز عينك تشوف الكيميكال فورمولا تقول لي ده اسيد ولا بيز ولا سولت ولا اوكسايد.
وكام اتوم وكام اليمنت. عملت كده انت كده مؤهل نخش على الخطوه اللي بعد ديت اللي هي ازاي نعمل بالانس للكيميكال ايكويشن. يبقى بص كده، رايت ذا كيميكال فورمولا صوديوم هيدروكسيد. بص يا حبيبي افكرك بكلام اولى اعدادي، كنا بنيجي نعمل كده، ده اسمه يا قلبي صوديوم هيدروكسيد، صوديوم Na، هيدروكسيد OH. كنا بنعمل كده في اولى اعدادي. ال Na بكام؟ ب1، والهيدروكسيد بكام؟ ب1. كنا بنعمل كده لو تفتكر كده وكده. طب مستر انت عرفت منين ان هو 1؟ ارجع احفظ الفالنسي. عرفت منين ان هنا 1؟ ارجع احفظ الفالنسي، ببدل الارقام. طب مستر ده 1 وده 1 يبقى ما خدوش حاجه، يبقى NaOH بس. يبقى لما اجي اسالك ايه هي الكيميكال فورمولا بتاعت الصوديوم، لا والله ابدا، ده ليه مني ليك عشان نفهم جت منين ال NaOH. طيب الراجل ده نوعه ايه؟ ركز كده، عندي 4 انواع. الميه بقى نوع خامس، نيوترال، لان الميه اصلا بتبدا ب اتش وبتنتهي ب اتش، فلا هي اسيد ولا هي بيز. امال هي ايه؟ نيوترال. طيب هنا ببدا بمين يا قلبي؟ ان ايه؟ انتهيت بايه؟ او اتش. اسيد بيز سولت اوكسايد، الاسيد بيبدا ب اتش، البيز بينتهي ب اتش، مش ده اخره اتش؟ يبقى ده ايه يا دكتور؟ بيز. شكرا. مستر كنا في ثانيه اعدادي بنقول هو بيز ولا الكلي؟ برافو. الالكليز كلها تعتبر بيز بس دابت في ميه، يعني جبنا شويه جبناها بيز صوديوم هيدروكسيد باودر حطيناه في الميه اصبح الكلي. طيب شوف الثاني، كبر نايتريت. كبر يا مستر، كبر ده كان ب1 وكان ب2، قال لك لا يبقى ب2 سي والنايتريت نايتريت NO3. كنا بنعمل كده، ده بوزيتيف 2 ده نيجاتيف 1. هعمل ايه؟ سيسور مقص، هات ال2 هنا وهات ال1 هنا. يعني ايه؟ يعني هنا ينزل ال1 وهنا ينزل ال2. مش فاهم؟ خليك معايا قوي. الناس اللي اتأسست الموضوع حلو، الناس ما اتأسستش ارجوك اتعب جامد جدا في الفيديو ده قوي عشان تكمل. ادي السي يو هتاخد مين؟ ال1، ما بنحطش ال1. NO3 كلها عايزه تاخد ال2 بس خلاص. يعني ايه يا مستر؟ هو ده رمز الكبر نيتريت. يعني ايه؟ CuNO3 all 2. خدت بالك؟ طب يعني ايه؟ تعال نشوف. هو قال لك نيتريت، رمز النيتريت NO3. حلو. كبر CU بكام؟ ب2. طيب يبقى ده هنا يبدل ده وده هنا يبدل ده، يبقى اصبح رمز الكبر نيتريت ايه؟ CuNO3 all 2. طيب ده اسيد بدأ ب اتش؟ لا يبقى مش اسيد. انتهى ب اتش؟ لا يبقى مش بيز. اخره او؟ اخره او اوكسايد. ارجوك استنى، هو مش ده نيتريت بتاع الاتوميك جروب؟ ما دام هو او كالسيوم Ca، بيكربونات HCO3، صح؟ صح. هعمل كده المقص بتاعي كالسيوم، انا حافظ كويس ان هو بوزيتيف 2، ال HCO3 نيجاتيف 1. تقول لي مستر نيجاتيف 2، خد بالك في فرق بين البيكربونات والكربونات، ده بيكربونات هنا ياخد ال1 وهنا ياخد ال2، ما انا بعمل سيسور ببدل. كالسيوم ينزل تحتيها كام؟ 1 يبقى Ca. ال HCO3 كلهم ياخدوا 2، يبقى اذا كالسيوم بيكربونات ده الكيميكال فورمولا بتاعته. يبقى احنا دلوقتي بنتعلم ازاي نعمل الكيميكال فورمولا، ارجوك ركز. طيب شوف اللي بعده، جايب لك كميه كيميكال فورمولا من هنا لبكره فركز قوي. كيميكال فورمولا نعمل كده، يقول لحضرتك بوتاسيوم كلورايد. طيب بوتاسيوم كلورايد، تعالى ثواني كده، بوتاسيوم كلورايد، بوتاسيوم كي، كلورايد Cl. بص كده ده كي وده Cl. طيب البوتاسيوم بكام؟ ب1. كلورين مستر التاني كان كلورايد، ده كلورين، كلورايد هو كلورين بكام؟ ب1. يبقى رمز بوتاسيوم كلورايد ايه؟ KCl. نوعه ايه؟ اوله اتش؟ لا يبقى مش اسيد. اخره اتش؟ لا يبقى مش بيز. اخره لا مش اوكسايد، يبقى الراجل ده كده اصبح ايه؟ سولت. طيب كالسيوم نيتريت Ca والنيتريت NO3. طيب كالسيوم بكام؟ انت خلاص حفظت، بوزيتيف 2، نيتريت نيجاتيف 1. هعمل السيسور هنا 1 هنا 2، يبقى هنا الكالسيوم ياخد ال1 Ca والنيتريت NO3 all 2. كالسيوم نيتريت خلاص، كالسيوم ب2 والنيتريت بكام؟ 1. طب ده اوله اتش؟ لا مش اسيد. اخره اتش؟ لا مش بيز. اخره او؟ اخره او؟ لا ما هو ده مش اوكسايد لان الاو دي بتاعت مين؟ اتوميك جروب، يبقى سولت. طيب هنشوف اللي بعده، صوديوم بيكربونات، صوديوم بيكربونات وسيلفر نيتريت. طيب صوديوم
Na بيكربونات HCO3. خدت بالك الاتش كابيتال والسولت. تالت 10 11 سيلفر Ag نيتريت NO3. سيلفر بكام؟ ب1 والنيتريت ب1 1 و1 راحوا مع بعض يبقى اسمه ايه؟ AgNO3. خلصت. طب ده نوعه ايه؟ اوله اتش؟ لا اخره اتش؟ لا اخره او، بس دي بتاعت اتوميك جروب يبقى ده اصبح ايه؟ سولت. خلصنا منها. شوف اللي بعده. صوديوم سلفيت. بص كده صوديوم سلفيت. صوديوم Na دي مهمه قوي. سلفيت SO4 دي جميله. ال Na بوزيتيف 1 لكن السلفيت نيجاتيف 2. ببدل هنفهم. هنا ياخد ال2 هنا ياخد ال1. اصبح الرمز ايه؟ ال Na اخدت ال2 والSO4 تاخد ال1 يبقى Na2SO4 لان انا باخد هنا ده ياخد الرقم بتاع ده. حلو قوي. مغنيسيوم اوكسايد. حلو قوي. بص ده مهم. ادي المغنيسيوم وادي الاوكسايد. ده بوزيتيف 2 وده نيجاتيف 2 يعني هنا يعمل 2 هنا يعمل 2. طب مستر يعني نكتبها Mg2O2. بص يا حبيبي احنا بنعمل السمبلست فورم. مش ده 2 ده 2 ده ديفايدد 2 يديني كام؟ 1 ده ديفايدد 2 يديني كام؟ 1 يبقى اصبح رمز المغنيسيوم اوكسايد كام؟ 1. طيب انت فهمت ديت كتبتها عندك. ركز معايا. عايز اشرح اللي هناك دي كده بطريقه بلدي شويه يمكن تظبط حته في دماغك لو وقع منك. بص يا حبيبي المغنيسيوم الواحده ب 12 والاكسجين الواحده ب 8. المغنيسيوم الواحده عامله كده 2 8 2 والاكسجين الواحده عامله كده 2 و6. المغنيسيوم الواحده عايزه تمشي كام؟ عايزه تمشي 2 والاكسجين الواحده عايزه تمشي تاخد كام؟ عايزه تاخد 2. يبقى ده عايز يمشي 2 وده عايز يجيب 2. يبقى انا كاكسجين نفسي اتفاعل مع كام مغنيسيوم؟ هي واحده لان هي عايزه تمشي 2 وانا عايز اخد 2. فيبقى الام جي الواحده عايزه تمشي 2 والاكسجين الواحده عايزه تاخد 2. فيبقى هنا الرمز اصبح ايه؟ ام جي او. طيب بص كده تاني. نيتريك اسيد. النيتريك اسيد من اشهر الاسيد لازم تتحفظ زي الاتش سي ال هيدروكلوريك اسيد. حاجات تتحفظ. ما اجي اقول لك رمز الميه ما تجيش تقول لي يعني فين الووتر فين رمزها اتش 2 او. دي حاجات محفوظه. نيتريك اسيد اتش ان او 3. نيتريك جاي من نيتريت والاتش اللي هو بتبدا بيها اي اسيد. طيب كالسيوم هيدروكسيد. خد بالك ان الكالسيوم هيدروكسيد بيتعرف باسم اللايم ووتر برضه. كالسيوم هيدروكسيد ادي سي اي وادي او اتش واعمل المقص بتاعي. كالسيوم بكام؟ بوزيتيف 2 والهيدروكسيد بكام؟ نيجاتيف 1. رجع كل حاجه بدل هنا 1 هنا 2 يبقى السي اي او اتش تاخد ال 2 كانها كومن فاكتور. طيب بص كده على بعضه. كالسيوم سلفيت. كالسيوم سلفيت. كالسيوم سي اي سلفيت اس او 4. اعمل كده واعمل كده. كالسيوم بكام في الفالنسي؟ بوزيتيف 2. سلفيت نيجاتيف 2. بدل هنا 2 هنا 2. يا مستر مش ده 2 ده 2 يروحوا مع بعض يبقى اصبح الرمز ايه؟ سي اي اس او 4. خلصت. شوف اللي بعده. ايرن. بص بقى قال لك ايه؟ فيروس او قال لك ايرن 2. هو ساعدك. ايرن 2 اوكسايد اف اي بوزيتيف 2 والاوكسايد او نيجاتيف 2. هعمل كده ده 2 ده 2 راحوا مع بعض اصبح الرمز ايه؟ اف اي او. خلصت. موضوع حفظت الفالنسي عرفت تكتب الكيميكال فورمولا. حفظت الفالنسي كتبت الكيميكال فورمولا. كتبت الكيميكال فورمولا نعرف نعمل كيميكال ايكويشن. ما هي ماشيه كده. طيب الومنيوم اوكسايد وليا كده طريقه شرح في الالومنيوم اوكسايد هفهمك بيها حاجه كمان. الومنيوم اوكسايد ادي الاي ال وادي الاوكسايد او. الالومنيوم بوزيتيف 3 والاكسجين نيجاتيف 2. هنا 2 وهنا 3. الالومنيوم ياخد ال 2 يبقى اي ال 2 والاو تاخد ال 3 يبقى اي ال 2 او 3. ده مين ده؟ كيميكال فورمولا بتاعت الالومنيوم اوكسايد. امونيوم كلورايد. الامونيوم NH4 والوحيد اللي بوزيتيف. اوكسايد كلورايد Cl نيجاتيف 1. هنعمل كده. مش ده 1 وده 1 يبقى هي NH4 Cl. خلصنا. طب ممكن اشرح لك الومنيوم اوكسايد. اختار لك كده الومنيوم اوكسايد تشرحه بطريقه بلدي شويه يمكن تظبط معانا حاجه. احنا في الكيميكال فورمولا يا شباب بنشتغل بمبدا نفع واستنفع. يعني لو انا هعمل لوز ل 2 لازم حضرتك تعمل جين ل 2. يعني ما ينفعش مثلا الصوديوم كان يعمل لوز ل 1 والكلورين يعمل جين ل 2. لا لازم لو انا هعمل لوز ل 1 حضرتك تعمل جين ل 1. طب لو انا عايز اعمل لوز ل 2
وانت عايز تعمل جين ل 1 اقول لك مش هينفع تفاعل، فتروح هات واحد صاحبك كمان، يبقى انا اعمل لوز ل 2، انت تاخد واحد صاحبك ياخد معايا الكترون ثالث زياده، انت اتبسطت وانا عيطت؟ لا، لازم تاخد الثلاثه مع بعض. طيب الاكسجين هنا يقول لي الالومنيوم استنى كده، طب اروح اجيب واحد صاحبي واجي، فالاكسجين يجيب صاحبه هو كمان، بس كده احنا وقعنا في مشكله ان الاكسجين ده عايز 2 والاكسجين ده عايز 2، كده هم عايزين ايه؟ 4، بس الالومنيوم ده هيمشي كام؟ 3. هنا نقع في مشكله، الاكسجين يقول له والله يا باشا انا كده مش هاخد منك الثلاثه، انت تنبسط وانا اقعد معايا اكسجينيه كمان عايزه الكترون. الالومنيوم هنا يقول له استنى، انا هروح اجيب واحد صاحبي كمان، فواحد صاحبه كمان ده يمشي 3 الكترون، فوقعنا في مشكله. كده بقى معايا 2 الومنيوم عايزين يمشوا 6 الكترون، بس معايا 2 اكسجين عايزين ياخدوا 4 الكترون، فساعتها الاكسجين يقول له طب استنى هجيب واحد صاحبي كمان، فيبقى كمان هنا معايا ايه؟ بص كده معايا الالومنيوم الاثنين منه يمشوا 6 الكترون، وهنا الاكسجين الثلاثه منهم عايزين 6 الكترون. اصبحت المعادله ماشيه ازاي؟ 2 من ده يكفوا 3 من دول، عشان كده اصبح رمز الالومنيوم اوكسيد Al2 2 اكسجين و O3 و3 اكسجين. طب انا في الامتحان بقى ان شاء الله حضرتك مطلوب منك تقعد بقى ايه في التخيلات، في عالم الميتافيزيكس، تقعد بقى ايه ماسك الالومنيوم في ايدك كده تقول له ولا الومنيوم ابعت لي 3 ايه طوح 3 الكترون، والاكسجين يقول له طب وانا هاخد منك 2، طب انا كده مش هينفع، طب استنى اجيب لك اكسجين كمان واخد انا 2 كمان، هات لي بقى. لا طبعا الموضوع منتل، حفظت الفالنسي بدلهم وخلصت، بس انت فهمت اصلها ايه. طيب الومنيوم هيدروكسيد، بص كده معايا اللعبه ديت، ادي الومنيوم وادي الهيدروكسيد، هعمل كده الالومنيوم ده بوزيتيف 3 والهيدروكسيد نيجاتيف 1، هنا 1 وهنا 3، ادي Al وادي الاو اتش كلهم هياخدوا ال 3. عارف ليه؟ لان الالومنيوم الواحده يا بابا عايزه تمشي 3 الكترون، لكن الهيدروكسيد الواحده عايزه واحد بس، مش هينفع يدفع له، ساعتها الهيدروكسيد يقول له استنى هجيب 2 اصحابي، كل واحد من دول هياخد الكترون من دول، يبقى الالومنيوم الواحده تكفي 3 من الهيدروكسيد. صوديوم كربونات Na2CO3، ايه ده على طول يا مستر؟ بعد شويه المفروض مستواك احترف، Na بوزيتيف 1، الCO3 نيجاتيف 2، ببدل ال1 يتحط هنا وال2 تتحط هنا يبقى Na2CO3. تعال نشوف اللي بعده، بوتاسيوم سلفيت، بوتاسيوم يعني K، سلفيت يعني SO4، هعمل كده بوزيتيف 1 نيجاتيف 2، هنا 2 هنا 1، يبقى اصبحت K2SO4، K2SO4. حلو قوي. كالسيوم كلورايد CaCl، هعمل كده Ca بوزيتيف 2 كلورايد نيجاتيف 1، هنا 1 وهنا 2، يبقى اصبح اسمه CaCl2. حلو قوي، حلو جدا. انا عايزك واحد واحد من دول تقدر ايه تجربه. يبقى انت حليت معايا دلوقتي مش اقل من 30 كيميكال فورمولا، عشان ابدا بعديها اخش على هاو تو بالانس ا كيميكال ايكويشن، ودي اخر مرحله، بس خد بالك هم قايمين كلهم على بعض ستيبس، فاوعى تمشي حته كده من دماغك. Chemical reactions. It is the breaking down of existing bond between the atoms of molecule in the reactant forming new bond between atoms in the molecules بتاعت البرودكت. يعني ايه الكلام ده؟ المنظر اللي انت شايفه ده اسمه chemical equation. chemical equation يا شباب بتتقسم لثلاث اماكن. جزء اللي قبل السهم اسمه الرياكتنت، والجزء اللي بعد السهم اسمه برودكت، والجزء اللي على السهم اسمه الكونديشن اللي معظمكم بينسوه وهو من اهم الحاجات. شباب خد بالك الكونديشن ده الفرن، ده الثلاجه، ده البوتاجاز، ده التقليب، ده كل حاجه. ما ينفعش اجي ادي لك وصفه الجيلي وما اقولكش حطه في الفريزر ولا في الفرن. ما ينفعش ادي لك وصفه الكيكه وما اقولكش حطه في الفرن ولا في الثلاجه. حته الكونديشن دي مهمه بتنسوها. هنا لازم اشتغل على الكلام ده، ابقى عارف التقسيمه عشان احنا بنتكلم مع بعض اقول لك رياكتنت ولا برودكت. طيب ايه بقى الرقم اللي بيتكتب هنا؟ انت بقالك ساعه مستر بتكتب لنا ارقام تحت، ايه الرقم اللي هنا؟ ركز معايا قوي. الرقم اللي هنا ده اسمه الكوفيشنت، يعني رقم التكافؤ. يعني عندك كام منه؟ عندي 2 مغنيسيوم. طب هنا عندك كام منه؟ 1. تقول لي 2 اهو، 1 اكسجين مولكيول. هنا 2 مغنيسيوم، الرقم اللي في الاول ده الكميه. تقول لي طب ما اللي تحت ده كميه، اللي تحت ده معناه انه عامل بوند، هنفهم دي كمان سنايه. طيب هنشوف اللي بعده. chemical equations reactant و condition و product.
طيب ازاي نعمل كيميكال ايكويشن نعمل لها بالانس؟ في الاول كاني ببدا هعمل كده واقسم ورقتي، ده رياكتنت وده البرودكت. اقعد فكر معايا واحده واحده، بوز، فكر، ارجع حل، واحده واحده، فكر ونرجع.